الكورة المصرية واللي بيحصل خلف كواليس الكورة المصرية. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. دعونا في البداية نرحب بناقدنا الرياضي الأستاذ سعيد حسنين. أهلا ومرحبا بك يا أستاذ سعيد. اهلا بيك كابتن احمد، اهلا بيك. عندنا يا ترى ملفات إيه النهاردة؟ محضر لنا إيه؟ عندنا 3 ملفات النهارده، ملف اتحاد الكوره، ملف النادي الاهلي، وملف نادي الزمالك. طيب، هتبتدي بإيه؟ نبتدي باتحاد الكوره لو سمحت لي يا كابتن احمد. اتفضل. عندنا اتحاد الكورة حضرتك عارف. نبدأ بس الأول نقطة كده مهمة جدا. شفنا المنتخبات في كأس العالم، منتخبات العرب، عندنا تونس وعندنا المنتخب المغربي. الحاجات دي يا كابتن أحمد لابد من اتحاد الكورة المصري إنه يناقش ويشوف المشاكل اللي عندنا علشان نقدر نوصل. عندنا لعيبة كويسة جدا، عندنا مدربين على أعلى مستوى. للأسف اتحاد الكورة في غيبوبة. اتحاد الكورة المصري مش موجود خالص يا كابتن أحمد. لابد من اتحاد الكورة إنه يكون يبعد بعيد عن المصالح الشخصية، يبعد بعيد عن المحسوبيات. عايزين نطهر الإدارة في اتحاد الكورة يا جماعة. اللي بيحصل في اتحاد الكورة مشاكل بالجملة. عشان تبقى نادي، عشان تبقى منتخب كويس ومحترم، لازم يبقى ليك شأن كويس جدا قدام العالم. فين مصر النهارده من كاس العالم؟ كابتن احمد، احنا غايبين تماما عن كاس العالم. ليه يا كابتن احمد ما سألتش نفسك احنا ليه بعيد عن كاس العالم؟ طيب، يعني تحمل مين المسؤولية الأكبر من المسؤولين في اتحاد الكورة؟ طبعا رئيس جمال علام، رئيس اتحاد الكورة، الكابتن حازم. في بعض الاشخاص في اتحاد الكوره لابد من اعاده ضبط النفس. يبعدوا بعيد عن المصالح الشخصيه، يبعدوا بعيد عن المهاترات. يا جماعه خلوا الفكره معاكم ان احنا عايزين نرتقي بالكوره المصريه، بلاش المحسوبيات. مش عيب يا كابتن احمد نتعلم؟ طيب، ليه هو ما نتعلمش يعني؟ الكابتن يعني هاني أبو ريدة عنده علم إن في محسوبيات وفي أخطاء هنا في اتحاد الكورة؟ هاني ابو ريده يا كابتن احمد، يمكن عايز اقول لحضرتك ان هو رئيس اتحاد الكوره، ان دائما وابدا هو رئيس اتحاد الكوره. وهو اللي بيدير الاتحاد حتى لو هو مش رئيس اتحاد الكوره. للاسف هو اللي دائما وابدا بيدير الاتحاد، هو اللي بيوجه جمال علام، وهو اللي بيوجه اي حد كان قبل كده مجاهد. كان هو اللي برضه نفس الحكايه. مش معقول الكلام دوت، مش معقول هيبقى هاني ابو ريده في كل حاجه. لابد من اتحاد الكوره يكون عنده شخصيه. المصالح الشخصيه كمان تبعد تماما عن اتحاد الكوره عشان نشتغل صح، عشان يعني نوصل لمعلومه مظبوطه يا كابتن احمد. حضرتك تشوف يعني ان اللي وصل بيه، يعني الحال اللي وصل بيه منتخبنا، يعني من اهم اسبابه هو يعني سوء الاداره في اتحاد الكوره. الشأن الإداري. احنا ما عندناش إدارة في مصر يا كابتن أحمد تماما. يعني مفيش تقصير فني من اللعيبه، من المدربين إطلاقا. لعبتك على مستوى عالي، الدوري بتاعك على مستوى عالي. وعلى فكرة بلاش، يعني ما عجبنيش كتير بعض الإخوة امبارح على السوشيال ميديا كلهم طلعوا بيقولوا رجعنا للدوري المصري تاني. طب ما هو الدوري المصري دوت هو اللي طلع لك منتخب مصر قبل كده، هو اللي هو اللي طلع محمد صلاح. بالظبط. انت حضرتك كسبت البرازيل قبل كده، مش من الدوري المصري يا فندم. حضرتك كسبت منتخب ايطاليا، عملت نتائج ضخمه جدا، اتعادلت مع البرازيل، عملت نتائج جميله جدا وتقدر وعندك الامكانيات. الفكره كلها يا كابتن احمد في الاداره. لو احنا اشتغلنا صح في الاداره والاداره اشتغلت باخلاص، منتخب مصر هيكون في حته تانية. انا بتمنى من السيد وزير الشباب والرياضه، الرئيس عامل اللي عليه، السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عامل اللي عليه تماما في خلاص مقدم لك كل حاجه. فاضل بس حضرتك ان انت تهتم كوزير الشباب والرياضه، كرئيس اتحاد الكوره. الناس دي لازم يبقى في تكاتف من الجميع عشان خاطر نوصل ونرتقي بالكوره المصريه. ده يعني فيما يخص اتحاد الكوره.
فيما يخص بقى يعني النادي الاهلي، يعني ايه اهم الانباء في النادي الاهلي؟ اهم الانباء في النادي الاهلي، حضرتك عارف ان قفشه خلاص في عرض من الباطن السعودي، مم. وبيرس تاو ايضا الريان القطري واتحاد جده مم. برضو هو عايزينه. الباطن السعودي يعني فعلا كان مقدم عرض لقفشه، بس يعني مش عارفين هل يعني حضرتك اكيد تواصلت يعني. بالنسبه لقفشه يا كابتن احمد، كان خلاص بين اصل قوسين. قفشه لاعب مهم. بالظبط، كان بين قوسين او ادنى مم. ان قفشه يروح الباطن، لكن بعد قرار اللي طلع من الفيفا ان النادي الاهلي هيكون مشارك في كاس العالم للانديه، تراجع قفشه عن القرار، واحتماليه وجود قفشه خلاص يبقى ثابت موجود في النادي الاهلي خلاص، دي احتماليه كبيره. مم. ولكن بيرس محدش تاو بقى يضمن حضرتك، انا سامعك دلوقتي بتقول لي بيرس تاو، نفس القصة ولا مكمل في العروض اللي جايه له؟ لا، بيرس ده خلاص مكمل، خلاص احتمال كبير، الريان القطري احتمال كبير جدا يبقى مع ميسيو موتسوماني مم. في اتحاد جدة. وايمن اشرف وحسام حسن تحت اعين سموحه، خلاص المهندس فرج عامر وصديق عزيز جدا، خلاص هو عايزهم، والنادي الاهلي حضرتك عارف انت علاقه. حضرتك كنت يعني في تواصل مع الباشمهندس فرج امبارح اعتقد. بالظبط، واتكلمنا مع بعض كتير بشأن حسام حسن وبشأن ايمن اشرف. وحضرتك تعلم العلاقه الجيده اللي ما بين الكابتن محمود الخطيب والمهندس فرج فعلا عامر. في علاقه طيبه جدا بين الباشمهندس والكابتن محمود الخطيب. بالظبط، واحتمال كبير جدا ان هو يبقى موجود ان شاء الله. كابتن حسام والكابتن ايمن اشرف موجودين في نادي سموحه بدايه ان شاء الله من يناير يا فندم، يناير القادم. يعني كده احنا عشان نلخص الموضوع، احتماليه كبيره قفشه يقعد او يمشي. بيرس تاو خلاص يعني الإدارة اتخذت قرار ان هو يعني خلاص في يناير هيرحل مؤكد. ثم يعني حسام حسن وأيمن أشرف. طيب فيما بقى يخص يعني نادي الزمالك القلعة البيضاء، هل في صفقات في راحلين؟ يعني في معلومات تخص شأن الرحيل مثلا او الصفقات الجديدة؟ حضرتك تعلم ان نادي الزمالك بيمر بأزمة مالية ضخمة. فالنهارده مفيش صفقات. المشكلة الكبيرة يا كابتن احمد في نادي الزمالك طبعا مفيش فلوس في النادي. الامور المالية عاملة مشاكل كتير. زيزو وسيف الجزيري ومحمد اشرف رؤى عندهم مشاكل في مستحقاتهم. يعني معلومات من العيار التقيل. يعني حضرتك بتكلمني عن اهم 3 لعيبه في الزمالك. زيزو، احمد سيد زيزو لعيب مهم جدا. سيف الدين الجزيري مهاجم قوي جدا. محمد اشرف رؤى يعني احد الاعمده الاساسيه في وسط الملعب. ممكن يعني عمرو السيسي يعوض غيابه او يعني دونجا، بس 3 اسماء يعني صعبين جدا يا كابتن سعيد. للاسف يا كابتن احمد، نادي الزمالك حضرتك عارف ان هو بيمر بازمه ماليه ضخمه. وزيزو وسيف الجزيري ومحمد اشرف رؤى خلاص هم هيتكلموا مع الاداره وبشكل قوي الفتره اللي فاتت. وكان في اجتماع يمكن ما بين الثلاثي والمستشار مرتضى، وخلاص 3 لعيبه لو نادي الزمالك ما نفذش وخدوا مستحقاتهم الفتره الاخيره الفتره القادمه يعني. فاعتقد طيب عايزين يعني برضو المستمعين اكيد عايزين توضيح. يعني احمد سيد زيزو هل في عروض من الوكلاء او كده؟ سيف الدين الجزيري في عروض ولا لسه يعني الكلام؟ لا يا كابتن احمد، العروض موجوده ليهم. العروض اصلا موجوده من انديه كتير جدا، سواء في الخليج او انديه حتى زيزو انديه يعني بعض الانديه الاوروبيه بتتكلم معاه. الفكره هو كان فعلا في اوروبا قبل كده زيزو. بالظبط. والفكره اللي انا عايز اوصلها لحضرتك بالنسبه لزيزو، زيزو حابب نادي الزمالك، ما عندوش مشكله خالص. لكن طبعا حضرتك عارف احنا في عصر خلاص الاحتراف، وعصر الماده بتغلب عن كل حاجه، بتغلب الانتماء. طبعا شفناه في اكثر من حاله. بالظبط كده، بالظبط. وبناء عليه ال3 لعيبه يعني اشوفهم في مهب الريح، الا بقى لو حصل مفاجاه من العيار الثقيل، وده امر اشوفه صعب جدا. ان هم مؤكد هيمشوا. لكن فين بقى الماده مش موجوده يا كابتن احمد في نادي الزمالك. يعني كده في مفاجآت هتحصل في يناير.
مفاجآت بالجمله، مفاجآت بالجمله. حضرتك النهارده يا استاذ سعيد جيت لنا يعني بمفاجآت فعلا من العيار الثقيل. انت قلت لي يعني اسماء ترحل عن النادي الاهلي ما كانش حد يعني حاططها في الحسبان ابدا. قلت لي اسماء في نادي الزمالك مهمة جدا جدا. طبعا انا يعني ما اقدرش ادور ورا كلامك، لان انا عارف مصادرك كويس، وعارف يعني حضرتك ما بتشتغلش غير مع مصادر موثوق منها. ففي يناير هيحصل مفاجآت. لا، انتظر مفاجآت كبيرة جدا يا كابتن أحمد من نادي الأهلي ونادي الزمالك، خصوصا نادي الزمالك لأنه عليه علامات استفهام. للأسف ما كناش نتمنى أبدا أبدا إن نادي الزمالك توصل بالمراحل كده، وللأسف قناة نادي الزمالك بتتكلم، طبعا حضرتك عارف بأنه شكل، ومفيش حد عنده المعلومة، وحتى لو عندهم المعلومة مش هيقدر يطلع للمشاهد ويقول له الحقيقة. لا، الحقيقة عندنا، الحقيقة موجودة. زيزو بره، رؤى بره، الامور بتبقى صعبه جدا. وسيف الدين الجزيري هتكون يعني ضربه قويه جدا يعني. طبعا سيف الدين الجزيري ده مهاجم شرس جدا. فللاسف الامور بتتصعب جدا في نادي الزمالك الفتره القادمه ان شاء الله. وحضرتك قلت لنا ان النادي الاهلي يعني عنده صفقه مهاجم، يعني النادي الاهلي في راحلين ولكن بيقدر يعوض بصفقات جديدة. الناحية التانية الزمالك على حد بالزبط كلامك بالزبط. في راحلين ولكن مفيش فلوس او مفيش دولارات تعوض الناس اللي هترحل. بالظبط. بص يا كابتن احمد، سيستم الاداره في النادي الاهلي سيستم ناجح. الناس عارفه شغاله ازاي، الناس عارفه ايه مين جاي مين رايح في اداره حاجه بس مهمه عشان يعني المستمعين يبقوا واخدين بالهم. مين اللي بياخد القرار في النادي الاهلي برحيل اللعيب؟ هل المدير الفني وده شيء متعارف عليه في انديه اوروبا والانديه المحترمه، ولا الاداره؟ يعني دي حاجه نقطه مفصليه، يعني من فضلك وضحها لنا. المدير الفني يا كابتن احمد النادي الاهلي بيديله صلاحيات يعني كامله. يعني كولر هو اللي بيقول انا محتاج فلان ومش عايز فلان، بيدوله الصلاحيات كلها في النادي الاهلي. بالظبط، صلاحيات كامله لكولر. وفي حاجه يا كابتن احمد في النادي الاهلي بيدي صلاحيات للمدير الفني بشكل قوي جدا، والاداره. طيب على النقيض بقى في نادي الزمالك الراحلين بقرار من فريرة، ولا بقرار من اللعيبة، ولا بقرار من الإدارة؟ لا، فريرة مش موجود أصلا، ملوش أي شخصية في نادي الزمالك. هو المدرب يا كابتن أحمد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، أعضاء نادي الزمالك متلخصين. يا كابتن سعيد يعني صعبة جدا إن لاعب ما بياخدش مستحقاته ويهدد بالرحيل، واحنا مش بنسمع اي حاجة. يعني قناة نادي الزمالك مفتوحة، ما بنشوفش اي حاجة من الكلام ده. مين يا كابتن احمد في قناه نادي الزمالك بيقول لك الحقيقه فين؟ الناس كلها بتبقى طالعه وعارفه الحقيقه فين، ولكن ما بتتكلمش بشكل واضح لجماهيرها، لان في مستشار مرتضى طبعا ما ينفعش، انت لازم تتكلم بسيستم معين، والا انت بره القناه. وبالتالي ما فيش حد هيقول لك الحقيقه للاسف. يعني احنا بنشكرك يعني شكرا جزيلا. كانت وجبه دسمه جدا، كانت اخبار مهمه الناس كانت محتاجة تسمعها. بنشكرك شكرا جزيلا أستاذ سعيد، الناقد الكبير والكاتب الرياضي الكبير. أنا اللي بشكرك جدا يا كابتن أحمد، وبسعد دايما بلقائي معاك. في النهاية بنشكركم شكرا جزيلا مستمعينا في كل مكان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.